مبدئيا انا اتفقت معاك ان في حاجة اسمها حدود طبيعية وفي حاجة تانية اسمها حدود بشرية. الحدود الطبيعية هي الحدود اللي ربنا اوجدها، زي الجبال، زي البحار والبحيرات. والحدود البشرية هي الحاجات اللي انا عملتها. فانا عايز اشوف دلوقتي بالنسبة لكندا والولايات المتحدة نوع الحدود اللي موجود بينهم عبارة عن ايه. اولا بص معايا كده على الجزء ده، خط مستقيم. الخط المستقيم ده عبارة عن حد سياسي بشري هندسي. ليه قلت عليه كل ده؟ هو حد سياسي أكيد لأنه بيفصل بين دولة والتانية، بشري لأن الإنسان اللي عمله، هندسي لأنه خط مستقيم. لكن المنطقة دي هي منطقة بحيرات، في الحقيقة هم عبارة عن 5 بحيرات. ال5 بحيرات دول هنعرفهم دلوقتي وهناخد الملحوظة عليهم. لكن تعال بص كده على الحد اللي موجود بين الولايات والمكسيك. الحد اللي موجود بين الولايات والمكسيك ده نهر، يبقى في الحالة دي بقول على الحد ده حد طبيعي. بما انه نهر فبقول عليه طبيعي نهري. وده حد سياسي بشري هندسي. احنا بقى عايزين نعرف دلوقتي في خريطة كاملة للحدود اللي موجودة ما بين كندا والولايات والمكسيك. معايا كده يا بطل بقى واحدة واحدة. بص على الحدود دي، ادي كندا، الولايات، المكسيك. لما نيجي نبص على كندا والولايات، الجزء الاولاني من الحدود السياسية اللي كلمتكم عنه عبارة عن خط مستقيم اهو. فالحدود السياسية اللي موجودة بين كندا والولايات، الخط المستقيم ده كده يتقال عليه حد بشري سياسي هندسي مستقيم. لكن لما نيجي نبص هنا على البحيرات اللي مفروض انا قلت لك ان هم 5 واسمائهم كالاتي: سوبريور، هورن، ايري، انتاريو، ميتشيجن. قلتهم لك بسرعة لان كده كده كمان شوية هاخد لك ال5 بحيرات دلوقتي وهشرح لك فكرة الحد السياسي. بص كده تاني معايا. انا لقيت ان الحد السياسي بيعدي في بحيرة 2 3 4، والبحيرة ال5 دي مفيش حد سياسي فيها. وببص كده من جميع الاتجاهات لقيت ان دولة الولايات المتحدة محوطاها باليابس بتاعها.